السلام عليكم. طبعا ده اول فيديو ان احنا نعمله علشان نتكلم فيه عن مواضيع سريعة كده وبسيطة. تجربة، يعني هنشوف اذا كان الموضوع هيعجب الناس وهيبقى فيه افادة والناس هتستفاد منه. نبدأ ان احنا نكمل في الموضوع ده وننزل كل فترة كده زي فيديو صغير كده نتكلم فيه عن موضوع. يعني هبتدي النهاردة هتكلم عن موضوع بسيط كده وسريع. الموضوع هو: هل الكانات اللي بنحطها في الكاميرات بتقاوم قص ولا بتقاوم شد؟ احنا طبعا دايما اللي متعودين عليه ان احنا بنقول ان الكانات اللي بنحطها جوه الكاميرات بتقاوم قص، وده مصطلح خاطئ. ان احنا دايما نقول ان الكانه بتقاوم قص، لا، هو في الحقيقه الكانه بتقاوم الشد الناتج عن القص. القصه جت منين؟ هنحكيها بسرعه كده بشكل سلس، مش هخش في ديتيلز قوي. القصه كلها جت من ان احنا لما بنيجي نعمل الاناليسيس بتاع البيمز، في عندنا الطريقه اللي انت متعود مثلا بتيجي تعمل ديزاين فور شير، بتروح على المعادلات بتاعه الكود وبتصمم وبتطلع كانات وخلاص. انت مش عارف بقى المعادلات دي جت منين وعلى اي اساس. يعني مثلا لو حد سالك انت ليه الكود، ليه اي كود ليه بيحط على الشير قيمه ماكسيمم، ليه الكود بيحط قيمه ماكسيمم على الشير؟ يعني ليه بيقول لك انه ما ينفعش الشير بتاعك يزيد عن كذا؟ طب ما ليه؟ ما احنا ممكن نزود كانات يعني لحد الى ما شاء الله، طول ما القطاع لسه عليه شير عالي نزود كانات الى ما شاء الله، ايه المشكله؟ في طريقه تانية بنستخدمها في الاناليسيس بتاع البيمز، الطريقه دي اللي هي بتاعه التراس موديل، طريقه اسمها التراس موديل. الطريقه دي احنا بنتعامل مع البيمز بشكل مختلف شويه. بنبدا ان احنا نكون تراس جوه الكاميرا. الكاميرا ده عشان يبدا يتكون التراس ده جوه الكاميرا في شرط معين لازم يتحقق، ان الكاميرا دي تكون شرخت. لان لو الكاميرا ما شرختش يبقى القطاع سليم، يبقى القطاع الخرساني هو اللي هيقاوم معايا القص كله. لا انا محتاج كانات ولا انا محتاج حديد يقاوم بندنج، هو القطاع سليم. فمنين هيجي بقى ان انا محتاج كانات؟ هو القطاع كله على بعضه كده، البي في الدي هتقاوم معايا القص كله. فمن هنا جاء اول حاجه لازم نبقى متفقين عليها، موضوع ان الكاميرا لازم تكون شرخت. وطبعا احنا كل المعدات اللي موجوده في الكود كلها مبنيه على ان اصلا القطاع هيشرخ. مفيش تصميم بنعمله على ان القطاع هيفضل طول حياته سليم، لا، ده مفهوم خاطئ. احنا التصميم بتاعنا هيكون مبني على ان القطاعات لازم هتشرخ. فاحنا خلينا متفقين ان علشان نكون التراس موديل ده اللي انا هتكلم عنه دلوقتي لازم يكون اصلا الكاميرا هتشرخ، وده امر احنا واثقين منه. ولو ما شرختش خير وبركه، يعني احنا القطاع الخرساني سليم فهيقاوم لوحده وهيبقى كافي جدا ان هو يقاوم القص اللي جاي عليه. فعلشان كده التراس موديل ده بيبقى عباره، انا هكون الكاميرا الشالو بيم، لان في عندنا نوع تاني من الديب بيم بيبقى له طريقه تانيه. احنا بنتكلم على الشالو بيم اللي هي الكاميرات السطحيه، اللي هي مثلا كاميرا 20 في 60، بنكون جواها تراس زي اللي احنا كنا بندرسه في الستيل، اللي هو بيبقى فيه عند ابر كورد ولور كورد وفيرتيكال ممبر وفي دايجونال ممبر. كل ممبر من دول جوه الكاميرا له معنى. فهنبتدي مثلا باول ممبر عندنا اللي هو الابر كورد. الابر كورد في التراس بيعبر عن الكومبريشن زون اللي موجوده في القطاع بتاع الكاميرا. احنا عارفين طبعا ان الكاميرا هتشرخ، ففي جزء منها هيتبقى فوق اللي هو احنا بنسميه الكومبريشن زون، اللي هو الارتفاع الاستريس بلوك بتاعها بيبقى ايه، واللي بنحسبه من الفيرست برنسبل. فهنا لو انا اخدت الكومبريشن زون اللي فوق دي ومثلتها على انها ممبر فوق كده، هنسميه الابر كورد. تمام؟ يبقى كده الابر كورد ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الكومبريشن زون اللي فضلت في الكاميرا. القطاع كله شرخ من تحت خلاص، ما عادش له لازمه كخرسانه، ومن فوق فاضل معايا حته سليمه انا هحط مكانها ممبر فوق كده. والابر كورد ده هيعبر عن ايه؟ هيعبر عن الكومبريشن زون. خلينا متفقين على كده. من ناحيه تحت من الكاميرا في عندي حديد التسليح السفلي. حديد التسليح السفلي ده ممبر عليه شد، فانا هشيل التسليح ده واحط مكانه ممبر هنسميه اللور كورد. يبقى انا كده عرفت الابر كورد عباره عن ان انا الكومبريشن زون عندي اللي في الكاميرا، واللور كورد اللي هو عباره عن التسليح السفلي اللي هو بتاع البند او بيقاوم الفليكشر. فلسه في عندنا 2 ممبر دلوقتي، الممبر الفيرتيكال والممبر الدياجونال، عشان يبدا التراس يبقى معايا ستيبل. لان لو في تراس عندي مفيش فيه دياجونال ممبر مش هيبقى ستيبل، مش هقدر احقق الاتزان. فبالتالي لسه في عندي 2 ممبر. الممبر الفيرتيكال ده بيعبر عن الكانات جوه الكاميرا. يعني احنا لو جبنا شويه الكانات اللي جوه الكاميرا دول ممكن نحط مكانهم فيرتيكال ممبر، بس ما بنحطش كل كانه، ما بنحطش فيرتيكال ممبر كده، لا، احنا بنجمع كل متر، يعني متر من الكاميرا نجمع الكانات اللي فيه كلها نلمها ويبقى ده فيرتيكال ممبر. هي مش شرط متر، انا بدي مثال بس مش اكتر، لكن هو في الحقيقه لما تيجي تحل بالتراس موديل هتبقى المسافه دي عباره عن جي في الدي.
لان هي على حسب الزاويه، زاويه ميل الشرخ اللي انت هتشتغل عليها. طبعا الاكواد لما عملت المعادلات بتاعتها بنتها على زاويه ثابته، لان هي زاويه الشرخ جوه الخرسانه بتبقى من 30 ل 60، وفي مراجعه ثانيه تقول لك من 25 ل 65. خلينا نقول من 30 ل 60. الاكواد قالت لك احنا هنشتغل على زاويه 45 عشان نعمل المعادلات بتاعتنا دي، واحنا بنثبتها هنشتغل على زاويه 45. لكن انت ولو انت شغال مع نفسك بره الكود ممكن تعمل اي زاويه. عشان كده الزاويه اللي هم شغالين عليها 45، يعني مثلث متساوي الساقين، فعشان كده اللي بياخد الدبس هو نفس المسافه الافقيه. فما علينا، المهم ان هو هنعتبر عشان التسهيل ان احنا بنجيب كل متر من الكنات ونحطهم كانهم فيرتيكال ممبر، والمتر ده زي المتر اللي جنبيه وهكذا. يبقى كده الفيرتيكال ممبر ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الكنات. عندنا فاضل ممبر واحد اللي هو الدايجونال ممبر. الدايجونال ممبر ده بقى بيعبر عن ايه؟ الدايجونال ممبر بيعبر، ما هو ما عادش فاضل حاجه في الكاميرا دلوقتي. الكومبريشن زون انت حطيت مكانها ممبر، والحديد التسليح من تحت حطيت مكانه ممبر، والفيرتيكال ممبر بتاع الكنات خلاص الكاميرا ما عادش فاضل فيها حاجه. لكن الحقيقه هو لسه فاضل فيها حاجه. الخرسانه اللي شرخت دي لو احنا جبنا عليها فورس مايله كومبريشن هتقدر تقاوم، ما عندهاش اي مشكله خالص. فاحنا عشان كده الممبر المايل ده هو بيعبر عن الخرسانه في الجزء اللي شرخ. الجزء اللي شرخ تحت ده الخرسانه بتاعته تقدر تقاوم فورس كومبريشن مايله دايجونال. فاحنا هنعبر عن الخرسانه دي بممبر مايل. حلو الكلام. يبقى انا كده عرفت التراس موديل بتاعي عباره عن ايه. في ابر كورد بيعبر عن الكومبريشن زون، لور كورد بيعبر عن التسليح بتاع البندنج مومنت، في عند الفيرتيكال ممبر بيعبر عن الستيربس اللي موجوده جوه الكاميرا، في الدايجونال ممبر بيعبر عن الخرسانه اللي هي الجزء اللي شرخ. لما نيجي بقى نحل التراس موديل ده هتلاقي الكلام ده موجود في كتاب الدكتور مشهور غنيم في بارت 1 تقريبا. تفهم بقى التراس موديل بيتحل ازاي، هتكتشف انه الممبرز الرئيسيه دي كلها معرضه لتنشن. يعني انت بتحل مساله استراكشر عادي بقى، يعني انت اجيب لك مساله تراس وبقول لك حلها لي. عندك يونيفورم لود جاي على التراس من فوق، هتحوله للكونسنتريتد لود عند الجوينتس، لان التراس ما بيشتغلش يونيفورم لود لانه ما بيحصلش فيه بيندنج. التراس بيبقى عنده يا اما تنشن ممبر يا اما كومبريشن ممبر. فانا هحول اليونيفورم لود ده، هركز الفورسز عند ايه؟ عند الجوينتس بتاعتي. فبالتالي هقدر ان انا احل التراس واطلع الفورسز جوه كل ممبر، هي تنشن ولا كومبريشن، ما فيش اكتر من كده. فهتلاقي انه الفيرتيكال ممبر عليه تنشن، وبالتالي الفيرتيكال ممبر ده كان بيعبر عن ايه؟ كان بيعبر عن الكانه. يبقى اذا الكانه شايله تنشن بس، يعني هي الكانه شايله تنشن، مفيش فين القص في الموضوع، هي قومه قص في الموضوع، لا هي شايله تنشن بس. في بقى حاجتين عايز اقولهم بالمره. يعني هو الموضوع يعني بما اننا بنتكلم عن الحته دي، في حتتين مهمين قوي. انا عندي 4 ممبر، اي ممبر هيحصل فيه فيلير السيستم كله هيقع. اي ممبر من الاربعه هيحصل فيه فيلير السيستم كله هيقع. انا دايما هحب ان الفيلير يحصل في واحد من الاثنين دول، اما في الممبر اللي هو اللور كورد اللي هو بتاع حديد التسليح بتاع البندنج. ليه؟ لانه الانهيار هيكون دكتايل. احنا عايزين دايما الانهيار في الحته اللي فيها تسليح مش في الحته اللي فيها خرسانه. فلو الانهيار حصل تحت حلو جدا ممتاز، ما عنديش اي مشكله. برضو لو الانهيار حصل في الفيرتيكال اللي هو في الجزء بتاع الكنات حلو جدا، حديد تسليح هيحصل يلدنج وهيبقى فيه انذارات وهيبقى فيه تحذيرات، وهبدا اخد اعتباراتي بدري والحق اهرب من منشأ قبل ما يقع. لكن حذاري ان الفيلير يحصل في حاجه من الاثنين التانيين اللي هم ايه بقى؟ الكومبريشن زون اللي فوق او الدياجونال ممبر. لو الفيلير حصل في ممبر من دول حذار. ليه؟ لانه هيكون بريتل، يعني هينهار فجاه. طب احنا نضمن منين ان الفيلير ما يحصلش من الاثنين دول؟ خلي بالك بقى، في عندك حاجتين. لو انت عايز تضمن ان الفيلير ما يحصلش في الممبر اللي فوق، دي قصه فليكشر مالناش دعوه بالشير دلوقتي خالص. يعني انت عشان تحل مشكلتك في الابر كورد انه ما يحصلش فيه فيلير، يبقى انت صمم على الفليكشر مظبوط. طب ازاي يعني؟ انك كل القصه طلب بسيط خالص، هتعمل الحديد التسليح السفلي اللي هتحطه تحت ما يعديش الاير ستيل ماكسيموم اللي الكود حاططها لك. طبعا هما المعادلات يعني بطريقه ما الاير ستيل ماكسيموم دي اتعملت بطريقه ما عشان ما تخليش القطاع بتاعك اوفر رينفورس سيكشن. واوفر رينفورس سيكشن يعني انت حاطط تسليح سفلي كتير قوي تحت، الحديد ما وصلش لليلدنج، وبالتالي الانهيار حصل فوق، حصل في الخرسانه من فوق. فده معناه ان انت اصلا كنت مصمم على القطاع على الفليكشر غلط، انك كنت حاطط تسليح زياده. وهنا بقى يفرق المهندس عن اللي مش مهندس. المهندس عارف انه زياده التسليح مش حلوه دايما، انما اي حد يقول لك زود التسليح في الكاميرا وخلاص مش فارق معاه. لكن الحقيقه انه زياده التسليح بتضر، فهيحول لك القطاع لاوفر رينفورس سيكشن. اوفر رينفورس سيكشن يعني ايه؟ يعني الانهيار هيحصل بريتل، يعني هيبقى يكون في الكومبريشن زون من فوق، لان التسليح من تحت كتير قوي ما حصلوش يلدنج، وبالتالي ما خدش البلاتو بتاعه، فبالتالي الانهيار حصل فوق في الكومبريشن زون. يبقى لو حصل انهيار في الابر كورد يبقى القصه ما كانتش قصه كانات خالص ولا قصه شير، ده كانت ان انت ما صممتش اصلا من الاول فليكشن. تمام؟ ما صممتش صح. طيب
ليه بقى ومن هنا جه حته ان الكود يحط لك اريا ستيل ماكسيموم. يبقى انت دلوقتي عارف اجابه ليه الكود بيحط لك اريا ستيل ماكسيموم. الحاجه الثانيه، انا عايز اضمن ان الانهيار ما يحصلش في الدايجونال ممبر. الكود عمل ده من غير ما تحس. عارفين عمل ايه؟ قال لك الماكسيموم شير بتاعك كذا. ليه؟ يعني انت بيبقى عندك الشير بتقاومه بحاجه، جزء بيتم مقاومته بالخرسانه والجزء الثاني باي ستيل. من هنا عايز اقول لك بقى ايه، ان الجزء بتاع الستيل لو انا عندي قص كبير قوي، يعني الكاميرا دي جاي عليها شير عالي قوي، فممكن ان انا ازود الكنات وخلاص. ايه المشكله يعني؟ ازود الكنات الى ما شاء الله، هملك كاميرا كنات. هتكتشف ايه بقى؟ هتكتشف ان انت خليت الممبر الفيرتيكال قوي جدا، وفي الاخر هو ده مش اللي هيحصل فيه انهيار اصلا. ما انا قلت لك لو ممبر واحد حصل فيه فيلير السيستم كله هيقع. هتلاقي ان الدايجونال ممبر هو اللي وقع. من هنا جت ان الكود قال لك لا، ده احنا هنحط لك حاجه اسمها ان ما ينفعش تزود القص عن حاجه معينه. ليه؟ عشان لو انت زودت عن الكنات زياده عن اللازم، لما الانهيار هيجي يحصل مش هيحصل في الكنات بقى لانها قويه جدا، هيروح حاصل في الدايجونال. والدايجونال ده كان عباره عن ايه؟ احنا ممثلينه من الاول بخرسانه، فهيكون انهيار مفاجئ لانه جاي في الخرسانه، وده احنا مش عايزين ان هو يحصل. فعلشان كده الكود بيحط لك ماكسيمم على الشير، علشان يضمن ان انت ما تخليش الكنات بتاعتك قويه جدا، فالممبر ده هيبقى قوي فمش هيحصل فيه انهيار. فالسيناريو الثاني اللي هيحصل ايه؟ ان الانهيار يحصل دايجونال. ومن هنا زي ما قلت لكم جت ايه حته ان هو الكود يقول لك ما تزودش الشير بتاعك على الماكسيمم. فحذاري انك تعمل حاجتين دول، انك انت تزود حديد التسليح بتاعك عن الاريا ستيل ماكسيمم، لان ساعتها الانهيار هيحصل بريتل لانه هيحصل في الكومبريشن زون فوق. حذاري انك تزود الكنات بتاعتك زياده عن اللازم، اللي هو زياده عن اللي الكود قال لك عليه. قال لك دي ماكسيمم، خلاص يبقى احتفظ بده. وده اجابه سؤال مهم جدا، انه ليه الكود بيحط الماكسيمم على الشير؟ علشان يمنع الدايجونال كومبريشن فيلير. وهتلاقي الكلام ده موجود بالنص في الكود الامريكي لما جه يتكلم عن الشير، قال لك ان احنا بنقاومه بخرسانه وبحديد تسليح. ورجع بقى جاوب تحت كده في الكومنت اللي هو حاطه، قال لك ايه؟ عشان نمنع الدايجونال كومبريشن فيلير، بالنص كده. تمام؟ لو انت بقى فاهم تراس موديل هتبقى فاهم ان هو فعلا عشان القصه دي، لان انت عارف ان في دايجونال ممبر الانهيار لو حصل فيه خلاص يبقى باي بريتل، الانهيار هنا بريتل. تمام كده؟ فالفيديو ده كان الغرض منه 3 حاجات. الحاجه الاولانيه ان نفهم ان الكانه، ولو فهمت التراس موديل كويس وعرفت تحله ازاي، هو موجود في كتاب الدكتور مشهور غنيم في بارت 1، هتفهم ان الكانه ملهاش اي علاقه بالقص خالص، هي كل اللي بتشيله تنشن. يبقى الكانه تقاوم الشد الناتج عن القص، لان القص بيجيب شد بالمناسبه. وفي ناس كتير تتجاهل انه العزوم، حتى العزوم اللي هي المجابه اللي بتبقى على الكاميرا، بيبقى فيه جزء منها شد جاي نتيجه القص. يعني انت لما هتعمل التراس موديل وتكونه، هتلاقي انه القص اللي كان جاي على القطاع بيرمي تنشن على الممبر من فوق ومن تحت. فالتنشن كده كده الممبر اللي تحت عليه تنشن، هيزود التنشن شويه، والممبر اللي فوق عليه كومبريشن، فتنشن مع الكومبريشن هيقلل لك الكومبريشن. دي حاجه حلوه، فنقول لك خلاص مش مشكله نكلك. انما تحت احنا الخوف كله من تحت. فعشان كده دايما السيخ يقول لك ايه؟ ما ينفعش توقف السيخ عند العزم بالظبط، لازم تمده مسافه اللي هي طول الرباط دي. وبرده يقول لك الكود ايه؟ يقول لك ما ينفعش ان انت توقف لي الاسياخ. لما بيجي يقص الاسياخ يقول لك على الاقل ثلث الاسياخ يكمل من الاول للاخر، لنفس السبب، لانه عارف ان في نهايه الكاميرا في شويه عزوم لسه جايين من الشير انت ما كنتش واخد بالك منه. فهو عشان ما يدخلكش في القصه دي قال لك ايه؟ لا، انت من الاول حافظ بس ان ثلث الاسياخ يكمل من الاخر وخلاص، لانه بيبقى شويه عزوم بسيطه كده. تمام؟ بس ده كده اول فيديو كده نتكلم فيه عن ال3 حاجات دول. موضوع الكانه ما بتقاومش قص انما بتقاوم شد. الحاجه الثانيه انه ليه الكود بيحط ماكسيمم على الحديد التسليح بتاع الفليكشر، وليه الكود بيحط برضو حديد ماكسيمم على الشير اللي موجود على القطاع. تمام كده؟ لو الفيديو ده يعني حسينا ان الناس استفادت منه، وحسينا ان الموضوع لو انتوا حسيتوا ان الموضوع كويس واستفدتوا، ممكن احنا نكمل بقى في القصه دي. ولو لقينا اقبال برضو على الفيديو، الناس بتتفاعل معاه وكده، ممكن احنا بقى نبدا ان احنا ننزل فيديوهات المرات اللي جايه ان شاء الله. وهنتكلم في موضوع زي كده، يعني مش هنطلع بقى نقول كلمتين اللي هم والسلام واي حاجه، لا، هنطلع نتكلم في حاجه جديده، حاجه انت مش متعود ان انت تسمعها. تمام كده؟ بس وشكرا، السلام عليكم.